من الاخر كده، اول ما تلاقيها تيجي تقول لك انا شايفه ان الاحسن ان احنا ناخد بريك، ان احنا نبعد عن بعض شويه، او الاحسن ان احنا نبقى اصحاب، خليك متاكد 100% ان في راجل تاني في حياتها. والراجل التاني اللي في حياتها ده هي عايزه تديله الفرصه عشان تتاكد ان هو فعليا حد كويس، حد احسن منك، فتروح رمياك وتروح حاطاه مكانك. من الاخر كده، من غير لف ودوران، وانا هشرح لك ليه كمان شويه. بس هي بتبقى مش متاكده من الشخص التاني ده، فهي عايزه تديله الفرصه كامله، فهي عارفه مش هتنفع ابدا انها تديله الفرصه كامله وانت موجود في حياتها. فالحل ايه؟ الحل انها تركنك على الرف شويه. فلما تركنك على الرف شويه، الوقت يفضلها والمساحه تفضلها، بحيث هي تعرف تتكلم مع الشخص التاني ده وتشوف لو هو فعليا حد كويس هترميك ومش هترجع لك تاني. اما لو طلع حد وحش فتيجي تقول لك انا فكرت ولقيت ان انت الانسان المناسب. وانا هشرح لك ايه دلوقتي. شغل عقلك معايا كده. لو هي فعليا في بينكم مشاكل، والمشاكل مهما كانت كبيره، عمرها ما هتيجي تقول لك الجمله دي. هيكون كل همها انها تصلح المشاكل اللي بينكم، هيكون كل همها انها تقعد وتحل معاك، هيكون كل همها انها توصل لحل. مش هيكون ابدا في عقلها فكره ان خلينا ناخد بريك، ولا خلينا نبعد عن بعض احسن، ولا خلينا اصحاب. عارف ليه؟ لانها لو هي فعليا عايزاك وفعلا بتحبك هتخاف تخسرك. لو هي اديت لك بريك، ولو انت بعدت عنها، ولو انت بقيت صحاب، ده معناه ان انت عندك الحق ان انت تخش في علاقه مع واحده تانية. فلو هي فعليا بتحبك هتخاف جدا ان ده يحصل. لكن هي مش بتحبك فعلا. انا بجيبها لك من الاخر والله. هي كل الفكره، هي بتدور على الانسب، كل الفكره بتدور على الاحسن. وهي شافت في حياتها راجل تاني حاسه ان هو ممكن جدا يكون انسب منك، ممكن جدا يكون احسن منك، وعايزه تديله الوقت كامل. فالوقت الكامل مش هينفع تاخده وانت موجود في حياتها. لازم تخرجك من حياتها الاول. هتخرجك ازاي؟ تخرجك بالشكل المؤقت ده، خلينا اصحاب، خلينا نبعد عن بعض، خلينا ناخد بريك. لكن اوعى في حياتك تنخدع. فهمها كويس جدا. في مشاكل ما بيننا نقعد مع بعض نحلها. انا مش هقبل الكلام ده. الكلام ده لو انت قلتيه معناه ان العلاقه اللي بيننا انتهت من غير رجعه. فهمها كده كويس عشان ما تحطش نفسك في خانه الاستبن وتقعد تلعب بيك رايح جاي. السلام عليكم. البنات اليومين دول عندهم خلل ذهني كده الا من رحم ربي، والله العظيم الا من رحم ربي. تلاقي البنات اليومين دول تيجي تقول لك انا مش لاقي راجل كويس، مش لاقي حد يحبني، مش لاقي حد يعاملني كويس، انا غلبانه، انا مظلومه، انا مقهوره، مش لاقيه راجل يستحق ان انا اسلمه حياتي. وهم كذابين، والله العظيم كذابين. 90% من البنات اللي بتقول كده هي عارفه كويس ان في الدايره اللي حواليها في حد كويس جدا، محترم جدا، بيحبها، بيتمنى لها الرضا ترضى، بيعملها كويس، مستني ربع فرصه عشان يتقدم لها رسمي. لكن هي اللي طماعه، هي اللي شايفه ان انا ممكن اجيب احسن منه، فخليه دلوقتي راكن على الرف لعل وعسى يجي حد في حياتي يكون احسن منه. او بتلاقيها بص على صاحبتها. البنات بيبصوا على بعض من الاخر كده، تقول لك انا صاحبتي زيها زيي ويمكن اقل مني كمان، بس جوزها احسن من الولد اللي بيحبني ده، فانا ليه اقبل بواحد وصاحبتي جايبه واحد احسن منه؟ خليني اصبر شويه. ادي كده 90% من البنات. ال 10% ال 10% من البنات التانيين اللي هي فعليا ما فيش حد في حياتها حواليها، هي برضو كذابه. تيجي تقول لك انا عايزه راجل، عايزه راجل، عايزه راجل، ولما يجي لها راجل بجد محترم، راجل بجد عنده حدود، راجل مش بيقبل باللي هي بتعمله، راجل مش بيقبل انها تقعد تنزل الصور بتاعتها وتقعد تتمرقع بجمالها وفرحانه بجمالها عشان تاخد لايكات، بتقول عليه توكسيك. وساعتها بتصنف راجل توكسيك وراجل ممل وراجل راجع وراجل متخلف وراجل وراجل وراجل. امال انت عايز ايه؟ عايز يجي لك راجل كسر؟ يا بنتي بتشتكي ليه؟ عشان كده بقول لكم والله العظيم البنات كلهم الا من رحم ربي، والله العظيم الا من رحم ربي، عندهم خلل في ذهنهم. كل بنت باصه ان انا ممكن اجيب احسن فخليني اصبر، وعارفه ان حواليها وتحت رجلها دلوقتي في واحد يتمنى لها الرضا. طب ما تبصي له، خليني اصبر شويه، صاحبتي جايبه احسن فانا ممكن اجيب احسن. خلل، نقول ايه؟ خلل.